السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد موسى من قناة مستر تك. أهلا بكم. راوتر اتصالات دي لينك دي اس ال 245. الراوتر ده من شركة اتصالات، هنشغله على جميع الشبكات. هننزل له سوفت ونشوف يا ترى هل هيشتغل مع جميع الشبكات ولا لا. تعالوا برضه نشوف شكل الراوتر. ده الراوتر بتاعنا، راوتر اتصالات دي لينك دي اس ال 245. الراوتر ده بيجي من شركه اتصالات. طبعا اللي يخليك تنزل سوفت لراوتر اتصالات ان انت هتحول من شركه لشركه. يعني مثلا انت مع شركه اتصالات وعايز تشتغل مع شركه وي او شركه اورنج او شركه فودافون وعايز تحتفظ بالراوتر. طبعا الراوتر ده يا جماعه من الراوترات الجميله جدا. كفايه ان هو مزود باربعه انتنه للحفاظ على اقوى اشاره للواي فاي. الراوتر ده من نوع ال VDSL، وفيه كمان خاصية الاتنين واربعة من عشرة أو خاصية ال 5G. يعني الواي فاي مزود بخاصية ال 5G واللي بتدي لك أقوى سرعة للواي فاي. يبقى أنت كده عندك أقوى سرعة للواي فاي بال 5G وأقوى إشارة للواي فاي بالأربعة أنتنة. فطبعا لو معاك راوتر زي ده ما تفرطش فيه، ولو هتنقل من شركة لشركة يستحسن إنك تنزل السوفت وتشتغل بنفس الراوتر، راوتر اتصالات دي لينك دي اس ال 245. خليكم معانا ومستر تك. بداية لو بتتابعنا أول مرة ما تنساش تضغط سبسكرايب وتشترك في القناة، وما تنساش اللايك الجميل وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. طبعا احنا هنعمل مراجعة للراوتر بعد ما نزلنا له السوفت الأصلي للجهاز اللي هو السوفت دي لينك. يعني حاليا السوفت الأصلي للجهاز اللي هو دي لينك 245، دي لينك دي اس ال 245. اول حاجه هنعملها في الراوتر طبعا وقلناها قبل كده على فكره اللي هي خطوه الريسيت. لازم تعمل ريسيت. تمام، تضغط على مفتاح الريسيت لمده حوالي 10 ثواني لحد ما جميع اللمبات تطفى وترجع تنور من جديد. طيب لو ما عملناش الخطوه ديت، لو ما عملتش الخطوه ديت بعد تنزيل السوفت، هتيجي تفتح الجهاز مش هيفتح معاك مهما تكتب له في الباسورد، مش هيفتح معاك. بالمناسبه يا جماعه، باسورد صفحه الراوتر زي ما هو ETIS. طيب بالنسبه للناس اللي عايزه تدخل عن طريق الواي فاي، احنا كنا قلنا لو انت شغال عن طريق اللابتوب هتقفل الواي فاي. طيب انا حاليا عملت السوفت عن طريق السلك وهكمل اعداداتي عن طريق السلك، ولكن انا عايز اكمل اعداداتي عن طريق الواي فاي. مفيش مشكله، هتدخل على الواي فاي وهتكتب الباسورد اللي موجود على ظهر الراوتر زي ما هو. باسورد على ظهر الراوتر ما تغيرش، سواء لصفحه الراوتر او لباسورد الواي فاي، الاتنين زي ما هما. دي معلومات مهمة جدا يا جماعة، الكل طبعا بيحتاجها. باسورد الواي فاي، باسورد صفحة الراوتر، الاتنين يا جماعة زي ما هما ما تغيروش. كنا احنا في فيديو السوفت غيرنا هنا في اعدادات اللان وخلينا الاي بي ثابت. هترجع هنا تغيره من اللوكال اريا كونكشن وترجعه اوتوماتيك او تكمل كتابته من هنا كليكتين، وهنا تعلم على اوتوماتيكلي واوتوماتيكلي تحت كمان للدي ان اس واوكي وبعدين اوكي. هنفتح بقى صفحة الراوتر من المتصفح بتاعنا. لمبة ال 2.4 وال5 جيجا هرتز نوروا، ولمبة اللان نورت طبعا. هنفتح بقى المتصفح بتاعنا ونفتح صفحة الراوتر ونشوف امكانيات. هنفتح طبعا ب192.168.1.1. حضرتك لو عايز تتصل واي فاي مفيش مشكلة، اتصل واي فاي. هتكتب بالنسبة لباسورد صفحة الدخول أو باسورد صفحة الراوتر فهو زي ما هو ETIS لوجن. طبعا هنا أول حاجة بيفتحها لك هي الإعدادات الأولية. الإعدادات الأولية مفيش أسهل منها، تضغط على نيكست. هنا بيقول لك انت هتشتغل DSL ولا حاجة تانية. طبعا بتخلي زي ما هو DSL. هنا بيقول لك ايجيبت
هنا بقى جايب لك الشركات سواء وي، اتصالات، اورنج، براحتك. طبعا انت اخترت له هنا فوق ايجيبت، فجايب لك الشركات بتاعه مصر. وليكن مثلا وي، وبعد كده نيكست. هنا طبعا جايب لك الفي بي اي والفي سي اي 0 و35. طبعا كل شركة بتختلف في البيانات دي. فمثلا لو خليناها شركة فودافون هتلاقيها كتب لك 7 وكتب 70. لو غيرناها لشركة اورنج هتلاقيه كتب لك 0 35. كل شركة وليها ارقام مختلفة. طبعا احنا هنشتغل على وي، بعد كده هنضغط على نيكست. هنا اليوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم والباسورد هنا بتوع الشركة، زي ما انت شايف كده ما عادش فيه ETIS. تمام. هتكتب اليوزر نيم والباسورد بتوعك. لو انت مثلا وي هتكتب هنا @TEData.net.EG. الحروف دي لازم تتكتب مظبوطة. لو حرف فيهم مكتوب غلط الخدمة مش هتشتغل معاك. والباسورد طبعا البيانات ديت بتجيبها عن طريق الشركة. تتصل بالشركة تقول لهم معايا راوتر دي لينك، ما تجيبش سيرة اتصالات، تقول انا معايا راوتر دي لينك، محتاج اليوزر نيم والباسورد. وهو كمان ممكن يساعدك في بقية الاعدادات. بعد كده بتضغط على نيكست. احنا طبعا مش هنخليك تحتاج ان حد يساعدك في الاعدادات لان احنا هنشرح كل حاجة. هنا طبعا اسم الشبكة لل2.4 والاسم لل4 والاسم لل5 والباسورد بتاع ال2 وبتاع ال5. وده اول حاجة ما كانتش موجودة في راوتر اتصالات. السوفت بتاع اتصالات ما كانش موجود فيه الخطوة دي. تضغط على نيكست. هنا طبعا الادمن ده اللي هو الباسورد بتاع صفحة الدخول اللي هو ETIS. عايز تغيره غيره، عايز تسيبه سيبه. بعد كده بتضغط على نيكست وبعد كده فينش. طبعا الاعدادات الاوليه هنشرحها برضو بالتفصيل بعد كده، بس احنا النهارده بنعمل مراجعه شامله للراوتر. هنستنى لحد ما يخلص تحميل وبعد كده اوكي، وندخل بقى على الاعدادات اللي تهمنا. احنا بالنسبه مثلا لاعدادات الواي فاي كنا بندخل هنا كده يقوم جايب لنا اعدادات الواي فاي. تمام. هنا طبعا اسم الواي فاي والباسورد. هتضغط هنا على جو تو ستينجز، هيجيب لك اعدادات الواي فاي. هنا طبعا جايب لك اعدادات ال2.4 وجايب لك اعدادات ال5 كل واحد لوحده. هنا الاسم لوحده اهو والباسورد ممكن تعمله بباسورد مختلف مفيش مشكلة. وهنا الاسم والباسورد ممكن برضو تعمله بباسورد مختلف. بتخلص وتضغط على سيف. حاجة تانية جميلة جدا هي الماك فلتر. بس قبل ما نروح للماك فلتر في هنا ادفانسد ستينجز. هتقدر انك تغير في اعدادات الواي فاي وتخفي الشبكة بتاعتك مثلا. طيب تعال بقى نروح للحاجة الاجمل وهي الماك فلتر. الماك فلتر بقى متاح يا جماعة، كان الاول في راوتر اتصالات غير متاح. تمام. في دلوقتي ماك فلتر ل2.4 وماك فلتر لل5 جيجا هرتز. يعني مش متاح وبس، لا ده متاح وتقدر تغير في الشبكتين. يعني تقدر تغير في الأجهزة اللي هتتصل على 2.4 A والأجهزة اللي هتتصل على 5A. ودي برضو هنشرحها بالتفصيل في فيديو تاني عشان ما نطولش عليكم في الفيديو ده. طيب الكيوز يهمنا جدا. الكيوز يا جماعة الكيوز يا جماعة كان في راوتر اتصالات بيحدد لنا سرعة لكل جهاز متصل بالراوتر. طيب تعالى كده نخش على الكيوز. ما زال بيحدد سرعة لكل جهاز متصل بالراوتر. جايب لي الجهاز المتصل بتاعي اهو. تمام. ده جهاز الكمبيوتر اللي انا شغال عليه او اللابتوب. واقدر احدد برضو من 1 لحد 500 السرعة اللي انا عايزها. طبعا احدد له هنا سرعة
هنا طبعا ابلود وهنا داونلود. تمام، مفيش مشكلة، مازال بيحدد. وبرضو عايزين نشرحها بعد كده بالتفصيل، هنشرحها لكم بالتفصيل، مفيش مشكلة. كده الاعدادات بتاعة الراوتر زي ما هي واحسن كمان. الواجهة بتاعته زي ما هي، الاعدادات اللي فوق زي ما هي، بل زاد عليه كمان اعدادات الماك فلتر، واللي هنشرحها في الحلقة الجاية بالتفصيل ان شاء الله. وهنشرح كمان الاعدادات الاولية بالتفصيل. خليكم دايما متابعينا ومستر تك. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. وأي سؤال أو استفسار سيبوها لي في تعليقات أسفل الفيديو وبحاول أرد عليكم في أقرب وقت ممكن. وما تنسوش الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك والتيك توك، محمد موسى مستر تكنولوجي ومستر تك. وشكرا على حسن متابعتكم.